قالوا يهاجموا فينا، قتلوهم، قالوا يهاجموا فينا بالرصاص، قلنا لا ما تقاوموش. قالوا ما دام ما فيش مقاومه احنا بنروحوا، لغايه ما يعود رجال الامن من جديد وياخذوا سلاحهم ويفرضوا الامن في الشوارع. الان الضباط الاحرار يتوزعون على كل قبائلهم، كل قبائلهم الحمد لله، كل قبيله منها ضابط حر في ليبيا، تلتف حول قبيلته، مش تلتف حول عملاء امريكا، عملاء بن لادن، اتباع الزرقاوي المقملين، ولادكم. من بكره الشباب، مش الشباب مش قلنا هذول اللي يشروهم وخذوهم، انتهى امرهم، اللي يشوفوا اولياء امورهم شنو يديروا، كان فكوهم اولياء امورهم وسلموهم للامان ودربناهم وعالجناهم من الحبوب، وممكن يطعموا شباب صالحين. اما كانوا بهذا الشكل كل مره يغيروا عليه مكان، لا هذه تشوفوا نهايتها كيف. كل النسوان اللي عندهم اولاد يطلعن بسرعه، واللي عنده اخوه تطلع بسرعه، واللي عندها قريبها ولا حبيبها تطلع بسرعه، والرجال اللي عندهم اولاد واللي عندهم يطلعوا بسرعه، والامهات الاخوات البنات كلهم يطلعوا بسرعه للشوارع، اطلعوا بسرعه للشوارع، سيطروا على الشوارع. انا نقود في الثوره الشعبيه، نبغي الشعب الليبي يسيطر على ليبيا من اقصاها الى اقصاها. انا على راس الثوره الشعبيه، نوروهم الثوره الشعبيه كيف شكلها. الثوره الشعبيه هي وعي، هي عمل بناء، هي سيطره على الامن، هي امن، احترام، سلطه شعبيه، سلطه شعبيه، مؤتمرات شعبيه، لجان شعبيه. نوروهم السلطه الشعبيه كيف تكون، نوروهم الثوره الشعبيه كيف تكون. اطلعوا من بيوتكم اعتبارا من الان. ومن بكره الشباب يتنظموا ايضا في لجان الدفاع عن الثوره. الثوره تعني كل المكتسبات الماديه والمعنويه، تعني المجد، تعني العزه، تعني معمر قذافي، تعني تاريخ الاجداد الشهداء. بكره كل الشباب يحمل شعار الدفاع، لجان الدفاع عن الثوره في كل المدن الليبيه والقرى الليبيه والواحات الليبيه. وبكره تشكل اللجان وتلبس شعار كلها على اليد. لجان الدفاع عن المكتسبات، تعني الدفاع عن النفط، الدفاع عن النهر الصناعي العظيم، الدفاع عن مشروع الاسكان العملاق اللي تكاليفه 71 مليار، اللي يسكر 3 ملايين ليبي. المطارات، المواني، الطرق، الجسور، المكتسبات الماديه، غدا تشكل لجان من الشباب، لجان الدفاع عن المكتسبات الثوريه، ولجان الدفاع عن الثوره، ولجان الدفاع، لجان الامن الشعبي المحلي، ولجان الدفاع عن القيم الاجتماعيه والاداب. وهذه حتى تشكل من حمله القران اللي هم 1,000,000 واحد، حمله القران في ليبيا، وائمه المساجد نظاف اللي يعرفوا السنه ويعرفوا الاصول ويعرفوا السلفيه الحقيقيه، مش اقتل من قتل نفس بريه كان قتل البشريه كلها. بكره تتشكل منهم لجان الدفاع عن القيم الاجتماعيه والاداب، تحمل اداب في الشارع، تمشي البنت وتمشي المراه وحتى في راسها عريان ما حدش يعكسها ولا حد يخطفها زي ما يجري الان. خطف الان خلاص، البيوت تنتهك حرماتها في كل المدن اللي في هذه العصابات. الناس عايشه في جحيم، لا هو جيش بتحاربه بالدبابات والطائرات، والا كنا استخدمنا الطائرات والدبابات والمدفعيه، ولا هو ناس جبهه من الجبهات ابدا. ذان ضروهم من الليل، ابدوا فيهم لين تمسكوهم. اعتقد انه من بكره ستبدا اداره جديده في الجماهيريه، جماهيريه جديده، شعبيات جديده وبلديات جديده وسلطه شعبيه جديده حقيقيه. الدستور ويخص الصحافه ومنظمات المجتمع المدني وما اليه، هذه تحدث فيها لكم سيف الاسلام، وهذه تخص سيف الاسلام والمحامين والقضاة
والمدونين والكتاب والصحفيين والشباب الاخرين، هذه كلها هاي تتم سيف الاسلام وتتم هذه المجموعات يتفاهم مع المحامين ويتفاهم مع اللي يتكلموا عن الدستور. ما عندي مانع الشعب الليبي يعمل دستور، يعمل قانون اساسي، يعمل مرجعيه، يعمل اي نظام قانوني. نبغي القانون يسود، يا ريت القانون في ليبيا نبغي القانون يكون هو السائد، سلطه الشعب تصنع القانون اللي يحترمه كل واحد. لاني انا معمر قذافي لا عندي قصر ولا فلوس ولا عندي حتى مستقبلي كملت عمري في الثوره، ما نبي شيء، نبغي لليبيا كل شيء نبيه لليبيا، نبي تعيش في امان وفي عزه وفي كرامه وفي رخاء، يصان بترولها ونهر الصناعي العظيم ومشروعها الاسكاني العظيم وموانئها ومطاراتها، وتطهر من الذين يحرقون الان المدن. بسرعه خلوا عندكم شجاعه تحرر، انتم اكثر منهم، انتم ملايين، انتم ملايين وهم 100 نفر. امسكوهم في الشوارع وافتحوا المطارات، افتحوا المواني، رجعوا السلطه الشعبيه، رجعوا الامن. وهم الضباط الاحرار متوزعين عندكم والامن متوزع ووحدات الشعب المسلح جاهزه. وفي امكانكم ان تقرروا توزيع الثروه من جديد، وانا ما زال مصر عليه. بترول الليبي يجب كل الليبيين. انتم ما عادش عندكم ثقه في اللجان الشعبيه، خلاص خذوا البترول في يدكم وتصرفوا به. باش ما فيش حد يقول لا خذيت حصتي، كل واحد ياخذ حصته. انت بتفكر بها حر، انت بتدير بها شجره حر، بتصدقها حر، المهم حصتك خذيتها وتصرف كيف ما تبي. واعتقد ان سيف الاسلام وحيهتم بالسفراء والصحفيين وسيتمكنوا من نشر كل الحقائق عن ليبيا، لان ليبيا في العالم برا ما يشوفوش فيها الا عن طريق المحطات القذره لاشقائنا الاعزاء الذين خانونا. بدل ما ينقلوا الحقيقه يزوروا الحقيقه، ينشروا في صور من كم سنه فاتت. والاذاعه الليبيه الجماهيريه العظمى هي اللي العالم كله يجب يتبعها، وهي اللي سترد على كل شيء. حتشوف ما يقال في الاذاعات القذره وترد عليه في الاذاعات الجماهيريه العظمى. ما يقال في الاذاعات القذره تسمعوه، شوفوا الاذاعه اللي بيش ترد عليه. مطارات معطله، مواني معطله، الحياه توقفت، الوقود تعطل، الهواتف تعطل، الاذاعات تعطلت، الناس خافت. شخص واحد مره ارهب واشنطن، شخص ارهابي خطير جدا، ما قدروش يمسكوه الا بعد فتره. يداهم مدرسه يصليها يقتل منها ويختفي، يمشي لمدرسه اخرى يختفي. المدارس خافت، الطلبه في امريكا ما عادش بدهم يمشي المدارس، خير قالوا في نمشي اي مدرسه، كل مره يقولوا اعتداء على مدرسه، هو شخص واحد. توقفت المدارس، يجي للسوق يرمي فيه طلقه ويهرب يعدي في سوق اخر، قالوا الاسواق كلها عليها هجوم ارهابي، سكرت الشارع نفس الشيء. امريكا هذا تو حصل، امريكا قبلها درت من هذا المجرم تاع واشنطن. لين اذا قاعد خلاص جندوا كل ما عندهم اللي لقوا شخص واحد بس ارهبهم. انتم حفنه على الاصابع ترهب بنغازي. المظاهرات السلمية اللي تكلم عليها العالم هذا شيء آخر. نطلع مظاهرة سلمية علشان غزة، مظاهرة سلمية علشان العراق، أما مشكل ليبي ما نمشي للشارع، نمشي للمؤتمر الشعبي واللجنة الشعبية باش تنحل المشاكل، فيها الفلوس وفيها القرارات وفيها التوقيعات وفيها الإدارة. ما نمشي للشارع. المشكلة الليبي عند الشعب، عند المؤتمرات وعند اللجان الشعبية.
ندير مظاهرة سلمية ضد قضية أخرى، ما في مظاهرة سلمية بيتصدى لها حد وبيضربها بالرصاص، مستحيل ما دام السلمية ماشي من شارع لشارع. أنا نفسي قدت مظاهرات سلمية كثيرة في العهد المباد، لكن لا حرقت لا كسرت لا شيء. الشرطة يميني ويساري واحنا ماشيين على الشوارع ويجي الميادين ونخطبوا لين نعيوا ونعدوا نديروا برقيات احتجاج واحد ونرجع نأيد في جمال عبد الناصر، نأيده في الوحدة العربية، نأيده في الثورة الجزائرية ضد تفجير القنابل في الجزائر. المظاهرات السلمية شيء، والتمرد المسلح وقطع أجزاء من تراب الوطن شيء آخر. على العالم يفهم المظاهرات السلمية شيء، وعمل مشروع في الدول اللي مضطرة للمظاهرات. الشعب الليبي غير مضطر للمظاهرات، مشاكلة الحل في السلطة الشعبية، ولكن مظاهرات سلمية حتى لو كانت في ليبيا شيء. والتمرد المسلح اللي يجري الآن ومحاولة فصل درنا أو فصل البيضة أو فصل بنغازي هذا شيء آخر. من يسمح به؟ تمرد في البرلمان بدون سلاح، ضربه يلسن بالدبابات وصفق له الغرب. الفرع الداوودي تمرد في أمريكا، اعتصم بدون سلاح، ضربه كلينتون بالدبابات. التمرد المسلح في الفالوجة اعتبروه تمرد، مع ان الفالوجة ما هيش امريكية عراقية. قالوا لا هذا تمرد بتاع الزرقاوي، دكوها بالطيران فتتوها. شوفوا بغداد من دك المدافع والطائرات لان فيها تمرد مسلح. وحتى التمرد غير المسلح زي ما في الفرع الداوودي وفي البرلمان الدوما الروسي ضربوه بالدبابات. لما السود تمردوا في كاليفورنيا في امريكا وهجموا على المتاجر، يلسن نزل الجيش بالقوة مسحهم. لما تمردوا الطلاب في ميدان السماء في بكين في الصين مسحت الميدان بالدبابات. ما فيش حد يسمح لبلاده تبدا مضحكه ولا ان يفصل واحد مخبول، يفصل جزء من اجزائها. تو في درنا قال لهم النسوان مع الشطلن وجيبوا لي التبرعات انا السلطان، وكل مره يجيبوا له واحد يذبحه زي الزرقاوي، يعني نفس طريقه الزرقاوي. المظاهرات السلميه شيء، والتمرد المسلح وقطع اجزاء من الدوله شيء اخر. المطالب الداخليه شيء، والتآمر مع الخارج شيء اخر. عندنا مطالب داخليه، نبو دستور، نبو شعبيات، نبو بلديات، نبو منظمات مجتمع مدني، عادي جدا جدا، شيء سلمي ومقبول. اما التآمر مع الخارج باسم هذه الاشياء هذا شيء اخر مختلف.